السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اولى اعدادي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهارده هنحل مع بعض تدريبات درس عصر المجد الحربي او كما يطلق عليه عصر الدولة الحديثة. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. تمثل القاسم المشترك بين الملك أمنحتب الرابع والملك مين في بناء عاصمة جديدة مع الملك نعرمر. رقم 2، عرف المصريون القدماء عقيدة التوحيد خلال عصر الملك أمنحتب الرابع. رقم 3، كان آخر غزو خارجي لمصر الفرعونية على يد مين؟ كان على يد الفرس. رقم 4، امتدت الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة جنوبا حتى وصلت إلى بلاد بونت. رقم 5، وصلت المرأة المصرية لأعلى ما كان لها في عصر الدولة الحديثة خاصة في المجال السياسي. رقم 6، أول ثورة دينية نادت بعبادة الإله آتون قام بها الملك أمنحتب الرابع. رقم 7، تغيرت عاصمة الدولة الحديثة في عهد الملك إخناتون من طيبة إلى أخيتاتون. رقم 8، أحد أشهر ملوك الأسرة 19 هو الملك رمسيس الثاني. رقم 9، أكثر من حمل تيار المعارضة لدعوة إخناتون الدينية هم رجال الدين. رقم 10، ارتبطت شهرة الملك توت عنخ آمون بإيه؟ بعظمة الفن المصري. ارتبطت بعظمة الفن المصري. رقم 11، تم إحياء الإمبراطورية المصرية في آسيا على يد الملك رمسيس الثاني. رقم 12، اختلف رمسيس الثاني عن ملوك الدولة الحديثة في إيه؟ في إرساء قواعد الحرب والسلام. رقم 13، أقام الملك رمسيس الثاني مسلتين أحدهما قائمة في مدينة الأقصر. انتصر الملك مين على شعوب البحر المتوسط عند مدينة رفح؟ كان الملك رمسيس الثالث انتصر على شعوب البحر المتوسط عند مدينة رفح. رقم 15، ساهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ معبد أبو سمبل من مياه السد العالي. رقم 16، تصدى رمسيس الثالث للليبيين الذين هاجموا حدود مصر من الغرب. رقم 17، يعد الملك نقط آخر الملوك العظام في عصر الدولة الحديثة رمسيس الثالث. رقم 18، استطاع الملك أبسماتيك الأول تأسيس الأسرة الفرعونية 26. رقم 19، أول احتلال خارجي تعرضت له مصر خلال العصر المتأخر كان من مين؟ من الآشوريين. رقم 20، خلص عمرو بن العاص مصر من مين؟ من الرومان. السؤال رقم 2، أكمل، مديني اسم الملك وعايز أهم أعماله ورأيك فيما قام به. رقم 1، مين الملك اللي طرد الآشوريين من مصر؟ أبسماتيك الأول. الملك أبسماتيك الأول. طيب أهم أعماله كانت إيه؟ أو قلنا أهم أعماله طرد الآشوريين من مصر. طب رأيك فيما قام به؟ هقول إيه؟ كل طالب ويكتب إيه اللي شايفه من وجهة نظره. يعني الملك أبسماتيك الأول طرد الآشوريين من مصر، ده هنقول رأينا فيه. الملك رمسيس الثاني أهم أعماله إيه؟ انتصر على الحيثيين في معركة إيه؟ قادش. رأينا احنا اتفقنا ان كل طالب يقول رأيه الخاص بيه. يعني ده طرد الآشوريين من مصر وده انتصر، نقول كل واحد ايه من وجهة نظره ورأيه ايه في الملوك ومن أهم أعمالهم. الملك توت عنخ آمون عمل ايه أهم أعماله؟ أعاد إلى عبادة الإله آمون مكانتها. أعاد إلى عبادة الإله آمون مكانتها.
رقم 3 أكمل العبارات الآتية بالكلمات المناسبة. رقم 1 غير الملك أمنحتب الرابع اسمه إلى نقط ودعا إلى عبادة الإله نقط. غير اسمه إلى الإله إخناتون، هكتبهم هنا عشان المكان. يبقى غير الملك أمنحتب الرابع اسمه إلى إخناتون، ودعا إلى عبادة الإله مين؟ دعا إلى عبادة الإله آمون. يبقى غير اسمه إلى إخناتون ودعا إلى عبادة الإله آمون. رقم 2 اكتشفت مقبرة الملك نقط عام 1922. اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون. رقم 3 أقام الملك رمسيس الثاني عددا من المسلات ما زالت إحداها توجد الآن بمدينة نقط بفرنسا، باريس عاصمة فرنسا. رقم 4 انتصر الملك رمسيس الثالث على شعوب البحر المتوسط بريا عند مين؟ عند رفح. انتصر بريا عند رفح، وبحريا عند ايه؟ مصب نهر النيل الغربي. هقول كده مصب نهر النيل الغربي. يبقى تاني حبايبي، انتصر الملك رمسيس الثالث على شعوب البحر المتوسط بريا عند مين؟ عند رفح، وبحريا عند مصب نهر النيل الغربي. السؤال رقم 4 اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. خالفت الملكة حتشبسوت ملوك الدولة الحديثة في اهتمامهم بالحروب. الإجابة صحيحة. رقم 2 أرسلت الملكة حتشبسوت رحلتين تجاريتين إلى بلاد بونت. الإجابة صحيحة. رقم 3 طور الملك تحتمس الثالث أسلوب المعارك والحروب العسكرية. الإجابة صحيحة. رقم 4 اهتم الملك أمنحتب الرابع بأمور السياسة والحرب. الإجابة خطأ. ليه حبايبي؟ عشان أمنحتب الرابع اهتم بأمور ايه؟ الدين والعبادة. اهتم بأمور الدين والعبادة. رقم 5 ترجع شهرة الملك توت عنخ آمون إلى انتصاراته العسكرية. خطأ. امال ايه؟ اكتشاف مقبرته. هقول اكتشاف مقبرته، بترجع شهرته إلى اكتشاف مقبرته. رقم 6 انتصر رمسيس الثاني على أمير قادش في معركة مجدو. الإجابة خطأ. امال مين اللي انتصر؟ رمسيس تحتمس الثالث. تحتمس الثالث، هكتبها لكم هنا عشان ايه الدنيا متدخلش في بعضها. تحتمس الثالث. تاني حبايبي، انتصر تحتمس الثالث على أمير قادش في معركة مجدو. رقم 7 بدأ العصر المتأخر للتاريخ المصري القديم بعد سقوط الأسرة العشرين. الإجابة صحيحة. رقم 8 أرسل الملك نخاو بعثة بحرية للدوران حول أفريقيا استغرقت 3 سنوات. الإجابة صحيحة. رقم 9 أعاد الملك سنفرو حفر قناة سيزو ستريس. الإجابة ايه؟ خطأ. ليه؟ عشان الملك نخاو هو اللي أعاد حفر قناة سيزو ستريس. 10 غزا الآشوريين مصر عام 525 قبل الميلاد وقضوا على الأسرة 26. الإجابة خطأ. أمال غزا مين؟ غزا الآشوريين. تصحيحها الآشوريين وليس الفرس. سوري، جيت أكتب الفرس كتبت الآشوريين تاني. يبقى هقول غزا الفرس مصر عام 525 وقضوا على الأسرة 26. يبقى تصحيح العبارة هشيل كلمة الآشوريين واحط مكانها الفرس. السؤال رقم 5 اكتب المصطلح الذي تشير إليه كل عبارة. دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية، ده مصطلح إمبراطورية. رقم 2 هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومسؤولة عن التربية والثقافة والعلوم، منظمة اليونسكو. هقول كده منظمة اليونسكو. رقم 6 رتب الأحداث التاريخية من القديم إلى الحديث مع تحديد الشخصيات المرتبطة بها. رقم 1 أقدم حدث عندي هيكون أقامت مسلتين شاهقتين، وطبعا أنا هقول لكم مين الشخصية المرتبطة بيها بس مش هكتبها عشان المكان. يبقى
رقم 1 أقامت مسلتين شاهقتين هي الملكة حتشبسوت. رقم 1 أقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك هي مين؟ الملكة حتشبسوت. الحدث اللي بعد كده أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ وكان مين؟ الملك تحتمس الثالث. أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ رقم 2 ومين الشخص المرتبط بيها؟ الملك تحتمس الثالث. رقم 3 أعاد أمجاد كهنة الإله آمون. دي هتبقى 3 هكتبها لكم برضو هنا. أعاد أمجاد كهنة الإله آمون هو مين؟ الملك توت عنخ آمون. الملك توت عنخ آمون. رقم 4 أقام معبد أبو سمبل. رقم 4 أقام معبد أبو سمبل وهو الملك رمسيس الثاني. أقام معبد أبي سمبل وهو الملك رمسيس الثاني. رقم 5 طرد الآشوريين من مصر. مين هو اللي طرد الآشوريين من مصر؟ الملك أبسمتك الأول. طرد الآشوريين من مصر الملك أبسمتك الأول. يبقى أول حاجة أقامت مسلتين شاهقتين، أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ، أعاد أمجاد كهنة الإله آمون، أقام معبد أبي سمبل، طرد الآشوريين من مصر. السؤال رقم 7. رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم إلى الحديث. أول حدث عندي من القديم طرد الهكسوس من مصر. رقم 2 معركة مجدو. رقم 2 معركة مجدو. 3 معركة قادش. رقم 4 بعثة نخاو من الفينيقيين. يبقى هقول رقم 4 بعثة نخاو من الفينيقيين. رقم 5 غزو الفرس لمصر. رقم 6 اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. رقم 8 إلى أي من تنسب الأعمال التالية أو الآتية. رقم 1 أسس الدولة الحديثة الملك هقول كده أحمس. أعاد النفوذ المصري إلى بلاد الشام الذي قل بعد الثورة الدينية هو مين؟ الملك رمسيس الثاني. هقول رمسيس الثاني. أتم بناء بهو الأعمدة بمعبد الكرنك هو برضو الملك رمسيس الثاني. رمسيس الثاني. رقم كده قلنا 1 و2 و3. رقم 4 انتصر على الليبيين عند وادي النطرون هو مين؟ الملك رمسيس الثالث. يبقى انتصر على الليبيين عند وادي النطرون هو الملك مين؟ رمسيس الثالث. رمسيس الثالث. طب مين اللي أسس الأسرة الفرعونية 26 هو الملك أبسمتك الأول. هقول كده أبسمتك الأول. اللي أسس الأسرة الفرعونية 26 هو الملك أبسمتك الأول. فتح مصر وخلصها من الرومان عام 641 قبل ميلادي هو مين؟ عمرو ابن العاص. رقم 9 بما تفسر تسمية عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي. بسبب اهتمام ملوكها باتساع ملكهم فخاضوا العديد من المعارك التي حققوا فيها انتصارات على أعدائهم فكونوا أول إمبراطورية في التاريخ امتدت منين؟ امتدت خارج حدود مصر في آسيا وأفريقيا. رقم 2 بما تفسر تميز عهد الملكة حتشبسوت بالرخاء والسلام. ليه حبايبي؟ لأن الملكة حتشبسوت لم تكن تميل إلى الحروب بينما اهتمت بإيه؟ رقم 1 التشييد والبناء. رقم 2 تكوين العلاقات التجارية مع الدول المجاورة. رقم 2 إرسال الملكة حتشبسوت رحلتيها التجاريتين إلى بلاد بوند بهدف جلب الأخشاب والأحجار الكريمة والعاج والبخور وجلد الأسود. بما تفسر يعد تحتمس الثالث صاحب عقلية عسكرية متميزة. ليه حبايبي تحتمس الثالث يعد من العقليات العسكرية المتميزة؟ هقول رقم 1 لأنه أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. رقم 2
ثبت حكم مصر في بلاد النوبة. ثبت حكم مصر في بلاد النوبة. 3. انتصر على أمير قادش في معركة مجدو. رقم 4. أول من قسم الجيش إلى قلب وجناحين كما اخترع حرب المفاجأة. رقم 5. واتضى نفوذ مصر في كل من فلسطين وسوريا بعد قيامه ب16 حملة عسكرية لحماية حدود الإمبراطورية المصرية. رقم 6. أنشأ أسطولا قويا فرض به سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا، اللي هي المقصود بها سوريا ولبنان حاليا. بما تفسر لم تستمر الديانة التي دعا إليها إخناتون بعد وفاته. بسبب إيه؟ بسبب ثورة كهنة الإله آمون وكهنة الآلهة الأخرى عليه وانتهاء الديانة بوفاته. رقم 6. بما تفسر شهرة الملك توت عنخ آمون. إيه هو سبب شهرة الملك توت عنخ آمون؟ بسبب اكتشاف مقبرته عام 1922 والتي تدل محتوياتها على عظمة الفن المصري القديم الذي أبهر العالم كله. بما تفسر يعد الملك رمسيس الثالث آخر الفراعنة العظام في مصر القديمة. ليه يا حبايبي؟ لأنه أزال عن مصر خطرا لا يقل شدة عن خطر الهكسوس. فقد عمل إيه؟ رقم 1. نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط بريا عند رفح وبحريا عند مصب نهر النيل الغربي. يبقى هقول رقم 1 نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط بريا عند فين؟ عند رفح. وبحريا فين؟ عند مصب نهر النيل الغربي. رقم 2 تصدى لقوات الليبيين الذين هاجموا حدود مصر الغربية وانتصر عليهم عند وادي النطرون. رقم 8 بما تفسر ضعف وانهيار الدولة الحديثة. رقم 1 بسبب تولي الحكم ملوك ضعاف بعد الملك رمسيس الثالث. رقم 2 ازدياد نفوذ الكهنة حتى تولى أحدهم العرش. رقم 9 يا أبطال بما تفسر نجاح أبسماتيك الأول في طرد الآشوريين من مصر. إيه هو السبب اللي خلى أبسماتيك الأول ينجح في طرد الآشوريين من مصر؟ لأنه استطاع تكوين جيش قوي. رقم 10 ما النتائج التي ترتبت على اهتمام ملوك الدولة الحديثة باتساع ملكهم؟ ترتب على ذلك تكوين أول إمبراطورية في التاريخ امتدت خارج حدود مصر في آسيا وأفريقيا وشملت بلاد الشام، بلاد ما بين النهرين اللي هي مقصود بها بلاد العراق حاليا، وكمان بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. رقم 2 من النتائج التي ترتبت على نجاح الملك تحتمس الثالث في كسب ود الأمراء الآسيويين. رقم 1 أدى ذلك إلى تماسك الإمبراطورية المصرية. تاني 1 أدى ذلك إلى تماسك الإمبراطورية المصرية. 2 نشر الثقافة المصرية في بلادهم. رقم 3 من النتائج التي ترتبت على ثورة إخناتون الدينية. ترتب على ذلك أن صار ضده كهنة الإله آمون وكهنة الآلهة الأخرى في مصر الفرعونية، ولم تستمر العبادة التي دعا إليها إخناتون وانتهت بوفاته. ما النتائج التي ترتبت على ارتباط عبادة الإله آتون بوجود الملك أمنحتب الرابع؟ ترتب على ذلك انتهاء الديانة التي دعا إليها الملك أمنحتب الرابع بوفاته. ما النتائج التي ترتبت على توقف الحرب بين الملك رمسيس الثاني وملك الحيثيين بعد معاهدة السلام بينهما؟ أدى ذلك إلى تفرغ الملك رمسيس الثاني للأعمال العمرانية الداخلية. رقم 6 من النتائج المترتبة على ضعف الملوك بعد الملك رمسيس الثالث. رقم 1 ترتب على ذلك ازدياد نفوذ الكهنة حتى اغتصب أحدهم العرش. رقم 2 انتهاء عصر الدولة الحديثة. رقم 7 ما النتائج المترتبة على غزو الفرس لمصر عام 525 قبل الميلاد. ترتب على ذلك أن قضوا على الأسرة 26 واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة 30.
رقم 11 ما المقصود بكل من بعثة تجارية، معاهدة، عصر متأخر. المقصود ببعثة تجارية هي مجموعة ترسل للقيام بعمل تجاري يساعد على توطيد العلاقات التجارية بين الدول. طيب ايه هي المقصود بالمعاهدة؟ المعاهدة هي اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهما. والمقصود بمصطلح عصر متأخر هو الفترة التي عقبت سقوط الدولة الحديثة، حيث سادت البلاد حالة من الضعف عرضتها للأطماع الخارجية وخضوعها للنفوذ الأجنبي. ده المقصود بمصطلح عصر متأخر. رقم 12 ماذا كان يحدث إذا هزم الملك رمسيس الثاني أمام الحيثيين؟ هزم الملك رمسيس الثاني أمام الحيثيين، إيه اللي كان هيحصل؟ لن يضطر ملك الحيثيين إلى عقد معاهدة سلام مع الملك رمسيس الثاني واستمرار الحروب بينهما. رقم 2 ماذا كان يحدث إذا تمكنت شعوب البحر المتوسط من هزيمة رمسيس الثالث؟ لتمكنت شعوب البحر المتوسط من احتلال مصر في عهد رمسيس الثالث، ولم يعتبر رمسيس الثالث آخر الملوك العظام. رقم 13 ما العلاقة بين اليونسكو ومعبد أبو سمبل؟ قامت منظمة اليونسكو بإنقاذ معبد أبو سمبل من مياه السد العالي. رقم 14 دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية: يعد تحتمس الثالث من أقدم الملوك في مجال الإدارة. رقم 1 حيث أحضر أبناء الأقاليم الآسيوية ليعلمهم في مصر حتى يشبوا على الولاء والانتماء لمصر. 2 وطد علاقاته بملوك وحكام البلاد المجاورة. رقم 3 كسب ود الأمراء الآسيويين من ساعد على تماسك إمبراطوريته ونشر الثقافة المصرية في بلادهم. رقم 2 دلل تاريخيا اختلفت اهتمامات الملك أمنحتب الرابع عن ملوك مصر الفرعونية الذين سبقوه، حيث اهتم بأمور الدين والعبادة، فقام بأول ثورة دينية نادى فيها بعبادة إله واحد هو آتون. تاني حبايبي، حيث اهتم بأمور الدين والعبادة فقام بأول ثورة دينية نادى فيها بعبادة إله واحد هو آتون. رقم 3 دلل الملك رمسيس الثاني رجل الحرب والسلام. ليه؟ حيث عهده عهد حرب، لأنه خاض معارك عديدة ضد الحيثيين أشهرها معركة قادش وانتهت بانتصاره عليهم. كمان عهده كان عهد سلام، لأنه عقد معاهدة سلام مع ملك الحيثيين. رقم 4 دلل تعددت أعمال الملك رمسيس الثاني العمرانية. رقم 1 شيد 6 معابد أشهرها معبد أبو سمبل. 2 أتم بناء بهو الأعمدة بمعبد الكرنك. رقم 3 أقام عددا من المسلات ما زالت إحداهما بالأقصر وأخرى قائمة في باريس عاصمة فرنسا. رقم 5 اهتمت الملكة حتشبسوت بالتشييد والبناء، حيث أقامت الملكة حتشبسوت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك. رقم 6 يدلل يعد عهد الملك نخاو امتدادا لمسيرة التقدم التي بدأت في عهد الملك أبسمتك الأول، حيث أعاد حفر قناة سيزوستريس. رقم 2 أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول أفريقيا. السؤال رقم 15 خاض الملك رمسيس الثاني معارك ضد الحيثيين استمرت 15 عاما انتهت بانتصاره عليهم. في هذه العبارة أجب عما يأتي: في أي معركة انتصر الملك رمسيس الثاني على الحيثيين؟ في معركة قادش. هقول معركة قادش. رقم 2 حدد بنود معاهدة السلام بين الملك رمسيس الثاني وملك الحيثيين. رقم 1 وقف الحرب بين الطرفين. 2 إعادة العلاقات الودية بين البلدين. رقم 3 مساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى. رقم 16 أمامك صورة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة، لاحظها جيدا ثم أجب عما يأتي. وضح الإجراءات التي اتخذها صاحب الصورة لتعبر عن ثورته الدينية.
طبعا دي كانت الصورة ديت بتدل على الملك أمنحتب الرابع، والإجراءات اللي أخدها ايه؟ هقول ايه؟ قام أمنحتب الرابع بتغيير اسمه إلى إخناتون. رقم 2 بناء عاصمة جديدة لدولته اسمها أخيتاتون. يبقى هي دي الإجراءات اللي هو اتخذها. رقم 2 من النتائج التي ترتبت على تلك الثورة. ترتب على ذلك أن صار ضده كهنة الإله آمون وكهنة الآلهة الأخرى في مصر الفرعونية، ولم تستمر العبادة التي دعا إليها إخناتون وانتهت بوفاته. السؤال رقم 17، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين البدائل التالية. أول من احتل مصر بعد انتهاء الحكم الفرعوني هم الإغريق. 2 توسعت الإمبراطورية المصرية في جهة الشمال الشرقي حتى بلاد العراق. رقم 3 حرصت الملكة حتشبسوت على إقامة علاقات تجارية جهة مين؟ جهة الجنوب. رقم 4 أدت وفاة الملك إخناتون إلى إيه؟ إلى نقل العاصمة. أدت إلى نقل العاصمة. 5 تعرضت مصر في عهد رمسيس الثالث لهجمات من جهتي الشمال والغرب. بدأت حركة الكشوف الجغرافية المصرية على يد بحارة جاءوا من جهة ايه؟ جاءوا من جهة الشمال الشرقي. الترتيب التاريخي الصحيح فيما يلي هو الإجابة هتبقى رقم ج. معركة مجدو، بناء أخيتاتون، معركة قادش، اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. السؤال رقم 17 حدد أوجه الشبه بين حتشبسوت ورمسيس الثاني وأوسر كاف. الشبه بين حتشبسوت ورمسيس الثاني وأوسر كاف. رقم 1 أقول تشابه كل منهم في الاهتمام بإيه؟ التشييد والبناء. رقم 2 إقامة المسلات والمعابد. رقم 2 حدد أوجه التشابه أو الشبه بين سنوسرت الثالث ونيخاو. تشابه كل منهما في الاهتمام بإيه؟ بالتجارة الخارجية، حيث قام سنوسرت الثالث بحفر قناة سيزوستريس، وقام الملك نيخاو بإعادة حفرها. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلة درسنا النهاردة. أتمنى أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس كله عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.